أهلا بيكم يا أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع جاكي شان وبيكون معاه فرقة مدربة على أعلى مستوى، وبيكونوا رايحين لموقع النفط علشان في مهمة خطيرة هيقوموا بيها، وهناك بيقابلوا رئيسة الموقع اللي بتكون مسؤولة عن كل حاجة، وبدأ يتعرفوا على العمال اللي اتخطفوا من قلب الموقع، واللي خطفوهم مجموعة كبيرة من اللصوص، وبيكونوا محتجزينهم في مكان بعيد عن الصحراء. وهم في الطريق بيسألها جاكي شان عن العصابة وإيه اللي حصل بالظبط، فبتقول له الحاجة الوحيدة اللي عرفها انهم خطفوا عدد كبير من العمال وهددوا الباقي، وعرفته ان العصابة مسلحة تسليح قوي جدا، ولو هجمت عليهم هيخلصوا على كل الرهائن. فقال لها جاكي شان لازم اشوف المكان الاول علشان احدد الوضع واقدر احافظ على سلامة المخطوفين وما يحصلش خسائر. وبعدها بنشوف جون سينا واقف على العربية بتاعته بيكلم نفسه، فبيدخل عليه اخوه هنري بالعربية وبيرميله شنطة فلوس قدامه وبيقول له ده نصيبك في اخر عملية عملناها. وطبعا جون سينا بيفتح الشنطة وبيعد الفلوس اللي اخدها علشان يطمن ان هم مظبوطين. فقال له هنري انت مخوني ولا ايه؟ فرد عليه سينا وقال له انا مش بخونك، يمكن تكون غلطان في رزمه ولا حاجه. فرد عليه هنري وقال له يا رب تكون فكرت في العمليه اللي انا قلت لك عليها، لانك هتاخد فلوس قد دول 10 مرات، وانت دلوقتي محتاج فلوس كتير تجهز بيهم القريه. وبدا يعرف سينا الفريق الصيني اللي هيشتبكوا معاه. فقال له سينا مش من السهل ان انت تحارب الفريق ده لانهم مسلحين واقوياء جدا، وانا ما انصحكش ان انت تدخل معاهم في اي معركه لانك هتخسرها. وبيسيبه وبيركب عربيته وبيمشي. وبعدها جون سينا بيلاقي مارك جاي يصلح مواسير الميه، فبيعرفه ان المواسير ما فيهاش ميه اصلا. فمارك بيعرفه ان الناس كده هتموت من قله الميه ولازم تلاقي حل لان الميه اهم من اي حاجه، ومفيش غير حل واحد انك تدفع للشركه 90,000 دولار. فقال له سينا انا هحاول اتصرف الفلوس وادفعهم. وبعدها بنشوف جاكي شان وهو بيعمل الخطة علشان يهجموا بيها على العصابة ويحرروا الرهائن. فبيسأل جاكي شان فرقته عن الطريق اللي هيمشوا فيه، لكن بيعرفوه ان الطريق اللي هيمشوا فيه ده مليان بالعصابات المسلحة والمتفجرات. فقال لهم المهمة دي مش سهلة ولازم نتحرك في أسرع وقت ممكن. وتاني يوم بيركب جاكي شان هو والجنود اللي معاه الأتوبيسات، وبدأوا يتحركوا في طريق الألغام والعصابات، وبتكون معاه الدكتورة مي للاستطلاع. وبيشوف جاكي شان مي وهي خايفة وقلقانة، فبيحاول يطمنها ويقول لها ما تخافيش أنا معاكي. فبتقول له لما أنت خايف عليا كده سبتني أنا وأمي الفترة دي كلها وما فكرتش حتى تسأل علينا واهتميت بشغلك أكتر مننا. وبعدها دخلوا على أخطر مكان في الطريق، وفي الوقت ده بتكون مي بنته مرعوبة. فبيقول لها جاكي شان في ناس كتير ماتوا هنا بسبب الحروب اللي كانت بتحصل بينهم، وكل ما بيدخلوا أكتر بيلاقوا الوضع خطير ومرعب. وفجأة بتحصل تفجيرات قوية جدا حوالين الأتوبيسات، وبيكون جاكي شان خايف ومرعوب على بنته من اللي بيحصل، واخيرا بيعدوا منها بدون اي خسائر. وفي الوقت ده بيحاول جاكي شان انه يقرب من بنته وبيقول لها انا كنت في مهمه رسميه. فقالت له مفيش اي عذر يغفر اللي انت عملته ده، انت حتى ما سالتش على امي وهي بتموت، وانا هقول لك كلمتين بس، مخصماك وابعد عنا انا مش طايقاك. وهم في الطريق بيتفاجئ جاكي شان بعاصفه رمليه داخله عليهم. فبيسال مي وبيقول لها انت متاكده ان مفيش عواصف؟ فبتقول له انا متاكده ان مفيش عواصف. فقال لها امال دي جت منين؟ فقالت له مي مش عارفه. وساعتها بيقلق جاكي شان لانه بيكون خايف على بنته. وفي الوقت ده بيلاحظ ان الاتصال اتقطع بينهم وبين بعض وما بيكونوش شايفين اي حاجه قدامهم. وفجأة بتطلع عليهم العصابة اللي هم جون سينا ورجالته، وبنعرف ان جون سينا وافق على المهمة الصعبة دي علشان ياخد الفلوس ويدفعها لأهل قريته ويرجع المية. وفي الوقت ده بنلاحظ ان رجالة جون سينا أقوياء جدا وبدأوا يطلعوا على الأتوبيس بكل احترافية وسهولة، لكن بتقوم معركة قوية بينهم وبين اللي بيحمل الأتوبيس، وفي الآخر بيقدروا ان هم يسيطروا عليه. وبنروح للأتوبيس التاني وبنلاقي بنت صينية بتحاول تحمل الأتوبيس بكل شجاعة، لكن بيقدروا انهم يسيطروا عليها وبيطيروها من الاتوبيس، فبتقع على الارض ومن حظها ما بيحصلهاش حاجه. وبعد ما بيطلعوا من العاصفه بيقف جاكي شان عشان يطمن على الاتوبيسات، فبيتفاجئ ان في اتوبيسين من الموجودين اتخطفوا. فقرر انه يتواصل مع الدعم السريع وبيطلب منهم انهم يوصلوا بسرعه. وبعدها بيوصلوا طيارات الدعم وبيكون جاكي شان وبنته معاهم. وفي الوقت ده بيلاحظوا ان هي مش عاصفه ولا حاجه وكان معمول عليهم فخ، وفضلوا ينشطوا المنطقه علشان يلاقوا الاتوبيسات. وساعتها بيلاقوا اتوبيس منهم اللي كان فيه البنت الصينيه، وبيعرف جاكي شان ان هي عصابه من الامريكان وخطفوا الرهائن. وبنشوف الطياره التانية وهي بتوصل للعصابه وبيفضلوا ماشيين وراهم علشان ما يهربوش منهم. وبيقدر القناص يضرب عربيه من بتاعه العصابه وبيفجرها، وساعتها بيأمرهم جون سينا انهم يغيروا الاتجاه بتاعهم، وبيفضلوا يضربوا عليها نار لغايه لما بيقدروا يصيبوا الطياره وبتقع وبتنفجر. وبعدها بيلاقي جاكي شان الاتوبيس التاني، فبيقرر انه ينزل من الطياره علشان يطمن على الموجودين. وساعتها بيعرفوا ان العصابه خطفت 5 اشخاص منهم. وبعدها بيوصل جون سينا للموقع، واول ما بيشوف اخوه بيمسك فيه علشان ما كانش يعرف ان هم الصينيين. وساعتها بيتفاجئ جون سينا ان اوين هو رئيس العصابه وكان مستخبي في هيئه عامل في شركه الميه، وخلى جون سينا واخوه يخطفوا رئيسه الموقع والمساعدين بتوعها، وده كله عشان ياخد منها مفتاح الحمايه ويسرق النفط.
وبيحاول اوين يتكلم مع جون سينا علشان يقنعه انه يشتغل معاه، وبيعرفه ان البترول ده كنز وفلوس ملهاش اخر، والشركه استحوذت عليه واخدته لحسابها. لكن جون سينا بيرفض العرض بتاعه لانه عايز يعيش مع اهل قريته بسلام بعيد عن الحروب والقتال. وقبل ما بيمشي بيعرف اخوه انه يجيب له فلوس العمليه الساعه 4، وبيسيبه وبيمشي. وبعدها اوم بيتعصب على هنري وبيقتله هو وفرقته. وبيوصل جون سينا للمخزن الساعه 4 علشان يستلم الفلوس من اخوه، فبيتفاجئ انه مقتول ومحطوط عليه علامه الفريق الصيني، وبيكون جاكي شان كان مراقبه وبيروح وراه. ولما بيوصل بتقوم معركة طحن قوية بينهم، وبيحاول جون سينا يخلص عليه لانه فاكر انه قتل اخوه. لكن جاكي شان بيتصدى لكل ضرباته، وهما بيضربوا ببعض العربية بتوع على جثة اخو جون سينا. لكن جاكي شان بيشيل الجثة من تحتها في اخر لحظة. وفي الوقت ده بيحاول جون سينا يهدي جاكي شان، وبدأ يعرفه ان اون هو اللي خطف الصينيين بتوعك، وانا اتأكدت ان هو اللي قتل اخويا، ولسه هيخرجوا من المكان بيلاقوا ضرب النار اشتغل عليهم. فبيعرفوا جون سينا ان اون هو السبب في كل اللي بيحصل، وساعتها بيفجر جون سينا المكان، وبكده يفتكر اون ان هما ماتوا. وبنشوف اون وهو خاطف رئيسة الموقع والمساعدين بتوعها، وبيطلب من رئيسة الموقع انها تديله مفتاح الحماية والباسورد علشان يسرق النفط لحسابه. وساعتها بترفض ان هي تديله اي حاجه، وبتعرفه ان النفط ده مسؤوليه دوله بحالها ومش من حق اي حد يسرقه. فبيتعصب اوين وبيقتلها واحد من مساعدينها، وبعدها بيكشفوا وش التاني اللي بيكون ابنها، وساعتها بتترجاهم ان ما يجوش ناحيته، وبتديلهم مفتاح الحمايه بس الباسورد في الشنطه والشنطه مش معاها. فابنها بيقول لهم انهم يتبعوا تليفونه علشان يوصلوا للشنطه. وبنروح لجون سينا وبنلاقيه بيلاعب اطفال اهل قريته، وجاكي شان وبنته مي بيكونوا فرحانين من اللي جون سينا بيعمله مع الاطفال، فبيلاعبهم جاكي شان كمان، وبتكون الاطفال فرحانه ومبسوطه. وبعدها بيحكي له جون سينا ان هو واخوه كانوا شغالين مع ابوهم في المهمات الخاصه زمان، ومات ابويا على ايدي وانا من ساعتها وانا حاسس بالذنب. فبيتعاطف معاه جاكي شان وبيقول له لازم نكون مع بعض علشان نحارب اون ورجالته. وفجاه بيحسوا بحركه غريبه في قلب القريه، وبيطلعوا انهم رجاله اون وجايين علشان ياخدوا الشنطه اللي مع مي. وبدأ جاكي شان وجون سينا يتصدوا لهم بكل قوه وشجاعه، وبيخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبعدها جاكي شان بيقول لجون سينا التعامل هيكون بالاشاره، فبيريحوا سينا ومش عارف ايه معناها. وفضلوا رجاله اوين تضرب النار عليهم، فطلع جون سينا على مأذنه المسجد علشان يقدر يشوفهم ويخلص عليهم. فقام واحد من العصابه ضرب المأذنه بالار بي جي، لكن جون سينا نط من عليها في اخر لحظه. وفي الوقت ده بدأ سينا يخاف على اهل قريته من العصابه، فدخل يجيب لهم التليفون اللي بيدوروا عليه من مين. فطلع وقال لهم مش هو ده اللي انتوا بتدوروا عليه، خدوه وامشوا من هنا. فقال له واحد من العصابه احنا مش عايزين التليفون، احنا عايزين الشنطه. فدخل سينا يجيب لهم الشنطه من مي غصب عنها، ورماها قدامهم وغاروا في داهيه. فبتتعصب مي عليه بسبب انه اخد الشنطه منها واداها لهم، لكن بيهديها وبيعرفها ان هو كده بيحمي اهل قريته بدل ما يموتوا. وبيقول لها ايه الحاجه المهمه في الشنطه اللي يخلي العصابه تيجي تبهدل الدنيا علشانها. فقالت له كان فيها مفتاح الحمايه والباسورد بتوع شركه النفط. فقال لهم جون سينا ما تخافوش وما تقلقوش، لسه في وقت، وفي خطه في دماغي تعطل لهم كل حاجه وننتقم من اوين ورجالته. وبيركب جون سينا وجاكي شان العربيه علشان يلحقوهم قبل ما يسرقوا النفط. وبنشوف اوين وهو بياخد الشنطه من رجالته، واداها لرئيسه الموقع تحت تهديد ابنها بالسلاح علشان تشغل لهم مواسير النفط. وبدا رجالته تملى العربيات والسفن بتاعتهم. وبعدها بنشوف جون سينا وجاكي شان وهم بيقتحموا عليهم الموقع علشان يمنعوهم من سرقه النفط وينقذوا رئيسه الموقع ومساعديها وينتقموا من اوين ورجالته. وهنا بقى بدات المعركه الكبرى، وبنشوف جاكي شان وهو واقف على انابيب وبيضرب في العصابه بكل مهاره، وجون سينا بيكون واقف تحت نازل طحن في العصابه لغايه لما بيوصل للمكان اللي فيه الرهاين علشان يحررهم. وبيفضل يضرب في الحراس اللي بيكون عددهم كبير، فبيوصل جاكي شان وراه علشان يساعده، وبيفضلوا يضربوا في العصابه لكن الذخيره اللي معاهم بتخلص، بس بيقدروا انهم يقاوموهم من غير اسلحه بكل شجاعه. وساعتها بيأمر جاكي شان جون سينا انه يروح يلحق اوين قبل ما يهرب. وفي الوقت ده بيسيب جاكي شان مع العصابه بيروح يلحق اوين، لكن للاسف بيهرب بعربيته وسينا ما بيلحقهوش. فبتيجي مي بالعربيه بالصدفه بيركب معاها علشان يلحقوه. وبنرجع لجاكي شان وبيكون لسه شغال ضرب في العصابه علشان ينقذ رئيسة الموقع من ايديهم، وبيفضلوا يطاردوه على الانابيب لغايه لما بيفتح جاكي شان المواسير عليهم وبتكون عباره عن رغاوي صابون. وبدا الضرب يشتغل في قلب رغاوي الصابون. بصراحه المخرج عامل شغل جامد قوي وسط الزحلقه، وفي الاخر بيقدر انه يخلص عليهم كلهم. وبعدها بنروح لجون سينا وهو بيطارد اوين، بس العربيه اللي معاهم بتكون قديمه ومش بتستحمل الطريق، فبينط اوين بعربيته من على مسافه عاليه وسينا بيكون وراه. وساعتها بتتقلب العربيه بيهم وبتبوظ خالص، فبيهرب اوين منه وبيوصل لعربيه النفط اللي سارقها. وبعدها بيطلع جون سينا ومي من العربيه بعد ما اتكسرت،
فبيتعصب سينا عليها وبيقول لها انت السبب في تكسير العربيه وهنعمل ايه دلوقتي. وفجاه بتظهر لهم عربيه جايه من بعيد فبيجروا عليها علشان يلحقوها، وبيطلع جاكي شان وبيكون جاي علشان يساعدهم. فبيسالوا سينا وبيقول له انت اتاخرت كده ليه؟ فقال له العربيه دي هي السبب علشان بطيئه جدا. فبيتريق عليه علشان مش عارف يشغل المحرك بتاعها. واول ما سينا شغله طارت العربيه بسرعه رهيبه، ووصلوا لاوين وخبطوا عربيه من اللي فيها النفط، وساعتها بتنفجر في العصابه كلها ما عدا اوين اللي بيكون لسه عايش. فبياخد عربيته وبيهرب من المكان بسرعه. فبيقول لسينا لجاكي شان لازم نلحقه ونخلص عليه، وبداوا يجهزوا العربيه وشغلت مين محرك النفاث. فبتطير العربيه باقصى سرعه وبتوصل لاوين، وبيخبطوا في عربيتهم وما كانوش عارفين يوقفوا المحرك. وقبل ما بتوع العربيه بيهم بيربط جاكي شان وبنته بالحبل وبينطوا منها في اخر لحظه، وساعتها بيكون الحبل متعلق في عربيه اوين. فبتوع عربيته هو كمان من فوق الجبل، وقبل الحبل ما يسحبهم بيفكوا جاكي شان في اخر لحظه وبينجوا منها بمعجزه. وبيفضلوا يدوروا على جون سينا لكن مش بيلاقوه، وبيكونوا فاكرين ان هو مات وبيزعلوا عليه جدا. وفجاه بيطلع جون سينا وبيمسك جاكي شان من رجله، فبيسحبوه وبيطلعوه وبيكونوا فرحانين جدا ان هو لسه عايش. وفي الوقت ده بيعترف جون سينا لجاكي شان ان هو بيحب بنته وعايز يتجوزها. فبيقول له جاكي شان انا مش حد بنت الواحد، وشه متشلفط كده. وبيفضلوا يهزروا ويضحكوا مع بعض وبيخلص فيلمنا.